الانطلاقة الرسمية لفعاليات الندوات السياسية التحضيرية للمؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو، مؤتمر الشهيد محمد خداد موسى، والذي سينعقد تحت شعار تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة بولاية الداخلة في الفترة الممتدة من 13 إلى 17 جانفي 2023. يسار رمضان. انطلقت أشغال الندوة السياسية التي تم عقدها للجالية الصحراوية بجزيرة تنريف، وخصوصا جمعية الحرية للشعب الصحراوي، طبقا لما تنص عليه اللائحة القانونية المنظمة للندوات السياسية للمؤتمر السادس عشر للجبهة. وقد انعقدت الندوة برئاسة مبعوث اللجنة الأخ عبد الله سويلم، وبحضور ممثل جبهة البوليساريو بكناريا الأخ حمدي منصور، الصحراوية بجزيرة تنريف. رئيس الندوة الأخ عبد الله سويلم قدم محاضرة مهمة لاغت استحسان الحضور، ضمت عرضا مستفيضا حول الوثائق التي ضمت مشروع برنامج عمل اللجان والقانون الأساسي، وكذا التقدم الحاصل في الندوات التحضيرية سواء على مستوى الجالية الصحراوية بإسبانيا أو على باقي امتدادات الجسم الصحراوي، مذكرا بالوضع الراهن الذي تشهده القضية الوطنية خصوصا على مستوى الأرض المحتلة ونضالات الجماهير الصحراوية. بدوره ممثل الجبهة الشعبية بكناريا الأخ حمدي منصور أثنى على المعلومات القيمة التي قدمها مبعوث اللجنة التحضيرية، وذكر بالدور الذي تلعبه الجالية الصحراوية بتنريفه في مواصلة الكفاح والنضال حتى تحقيق النصر والاستقلال، وأن المرحلة الحالية تشهد تطورات مهمة على المستوى العسكري والدبلوماسي، وضرورة توحيد العمل لإنجاح هذا الاستحقاق السياسي المهم الذي هو مؤتمر شعبي عام بالرغم من كل سياسات العدو المغربي التي يجب التصدي لها ومقارعتها في كل ساحات الفعل النضالي. كل المداخلات صبت في مجملها بتوحيد الصفوف والاستعداد لإنجاح المؤتمر الشعبي العام في جو يسوده النضال والحماس الوطني. هذا وقد تم انتخاب مندوب للمؤتمر السادس عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساغية الحمراء ووادي الذهب عن جمعية الحرية للشعب الصحراوي بالجالية الصحراوية بتنريف.